ليه في عباقرة بيفلسوا وناس بسيطة بتعمل ثروات هائلة؟ السر مش في الأرقام ولا في المعادلات المعقدة، السر في عقلك، في مشاعرك، في سلوكك. المال مش رياضيات، هو مشاعر وسلوك. الذكاء مش كفاية عشان تثرى، لكن السلوك السليم، الصبر، الانضباط، دول اللي يضمنوا لك النجاح على المدى الطويل. في كتاب سيكولوجية المال لمورغان هاوسل بنتعلم إن الثراء مش في اللي تشوفه دلوقتي في البريق الخارجي، بل في اللي مخفي، اللي بيبني مستقبلك بهدوء وبقوة. خلينا نبدأ رحلتنا جوه الكتاب ده درس درس بهدوء عشان نفهم إزاي نغير علاقتنا بالفلوس من الأساس. أول درس أساسي: الفرق بين الغنى والثروة. الغنى ده اللي يبان للعيان، عربيات فارهة، بيوت كبيرة، ملابس غالية، مطاعم فخمة، سفر فاخر. الناس تشوفك غني، تحسدك، تقلدك، تفتكر إنك واصل. لكن الثروة دي حاجة مختلفة تماماً. دي الفلوس اللي محتفظ بيها في الحسابات، الاستثمارات اللي بتنمو بصمت سنة ورا سنة، الديون اللي مش موجودة أصلاً. الغنى يخليك تبدو غني دلوقتي، يعطيك إحساس مؤقت بالرضا، لكن الثروة تبني أمانك، حريتك، خياراتك في المستقبل. كتير جدا بيخلطوا بين الاتنين وبيصرفوا كل راتبهم وأكتر عشان يظهروا أغنياء، وفي النهاية يفضلوا مفلسين داخليا بدون أي احتياطي. الثراء الحقيقي هو اللي مش لازم تعلن عنه، اللي يخليك تنام مرتاح كل ليلة. دعني أضرب لك مثال بسيط. تخيل موظف بياخد راتب عالي، بيصرفه كله على حياة فخمة. ده غني في الظاهر، لكن جاره اللي راتبه أقل بيوفر جزء كل شهر ويستثمره. ده اللي هيبني ثروة حقيقية مع الوقت. الكتاب بيقول الثراء مش عن كم فلوس عندك دلوقتي، بل عن كم فلوس هتفضل عندك غدا وبكرة وبعد 20 سنة. تاني درس عميق: دور الحظ والمخاطرة في كل قصة نجاح أو فشل مالي. الحياة مليانة حظ عشوائي تماماً. مش كل واحد وصل للقمة كان عبقري خارق، ومش كل واحد فشل كان غبي أو كسول. في ناس نجحت بسبب توقيت مثالي تماماً، زي اللي اشترى أسهم شركات تكنولوجيا في التسعينات، أو اللي كان في المكان الصح في الوقت الصح. وفي الوقت نفسه في ناس خسروا كل حاجة بسبب مخاطرة واحدة كبيرة جداً، زي اللي راهن كل فلوسه على استثمار واحد فشل. هاوسل بيشرح إن الحظ عامل كبير في كتير من القصص اللي بنسمعها، بس الناس اللي نجحت بتحكي قصتها كأنها عبقرية خالصة، واللي فشل بيختفي من الصورة. الدرس هنا: ما تعتمدش على الحظ عشان تبني ثروتك. خد مخاطرات مدروسة بس، واترك هامش أمان كبير جدا للأخطاء والمفاجآت، لأن المخاطرة اللي مش ضرورية ممكن تمحي سنين طويلة من الجهد في لحظة واحدة. ثالث درس، وده من أقوى الدروس في الكتاب كله: قوة الاستمرارية والتراكم المركب. ده السلاح السري الحقيقي لأي حد عايز يبني ثروة. مش محتاج تكون عبقري مالي، ولا محتاج عوائد خيالية كل سنة، ولا صفقات سحرية. محتاج بس تستثمر مبلغ صغير منتظم كل شهر، وتسيب الوقت يعمل شغله بهدوء وتأني. الفايدة المركبة زي كرة الثلج اللي بتتدحرج من أعلى الجبل، تبدأ صغيرة جدا، بس مع السنين والعقود تبقى جبل عملاق. مورغان هاوسل بيضرب أمثلة تاريخية مذهلة، زي إزاي الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي على مدى 50 أو 60 سنة، حتى لو مر بأزمات وحروب وانهيارات، بيجيب عوائد تفوق الخيال. اللي بيفشلوا هم اللي بيغيروا الخطة كل شوية، أو بيبيعوا في الخوف لما السوق يهبط، أو بيشتروا في الطمع لما الكل بيشتري والأسعار في القمة. فكر في قصة رونالد ريد اللي كان عامل نظافة بسيط، بس ادخر واستثمر شوية كل شهر لعقود، ولما مات اكتشفوا إنه ساب ثروة 8 مليون دولار. ده مش عبقرية، ده استمرارية وصبر. رابع درس: الحفاظ على الثروة أصعب بكتير من بنائها. بناء الثروة يحتاج تفاؤل وشجاعة وشوية مخاطرة محسوبة، لكن الحفاظ عليها يحتاج خوف صحي وتواضع وهامش أمان هائل. كتير جدا بنوا ثروات هائلة في فترة قصيرة، زي في فقاعات التكنولوجيا أو العقارات، بس قليل جدا اللي حافظوا عليها عبر الزمن أو سلموها للأجيال القادمة. السبب غالبا الغرور أو الطمع اللي يخليهم يستمروا في المخاطرة حتى بعد ما يبقوا أغنياء جدا، وفي النهاية يخسروا كل شيء. الكتاب بيحكي قصص مليارديرات مشهورين خسروا ثرواتهم كلها بسبب صفقة واحدة زيادة عن الحاجة، بس عشان كانوا عايزين يضاعفوا اللي عندهم مرة تانية.
الدرس: حدد هدفك المالي بوضوح من الأول، ولما توصل له استمتع بحياتك وما تجريش ورا المزيد بالقوة. الرضا هنا هو أعلى درجات الثراء. سادس درس: الادخار هو الأساس الحقيقي لكل نجاح مالي مستدام، مش الراتب العالي ولا الاستثمار الخارق ولا حتى العوائد الكبيرة في سنة واحدة. الادخار المنتظم حتى لو مبلغ صغير وبدون هدف واضح أحياناً هو اللي يعطيك حرية كاملة، يحميك من الصدمات الغير متوقعة زي فقدان الوظيفة أو أزمة صحية، ويخليك جاهز تستغل الفرص الكبيرة لما تظهر فجأة، زي شراء عقار في أزمة أو استثمار في سوق منخفض. الكتاب بيشرح إن السعادة الحقيقية تكمن في ملكك لوقتك، لأن المال هدفه إنك تشتري حرية، مش تشتري أشياء أكثر أو أغلى. الكتاب بيذكرنا بشكل متكرر إن عواطفنا، الخوف، الطمع، الحسد، الفخر، الندم، هي اللي بتحدد 90% من قراراتنا المالية، مش الحسابات أو المعادلات الرياضية المعقدة. مثلا لما تشوف صاحبك اشترى عربية جديدة تحس بالحسد وتقرر تشتري أحسن حتى لو مش محتاج. أو في أزمة الخوف يخليك تبيع كل حاجة في أسوأ توقيت. النجاح المالي الحقيقي هو اللي يتعلم يسيطر على عواطفه، مش اللي يعرف أكثر نظريات اقتصادية. وأخيراً، كل واحد فينا ليه لعبته الخاصة في عالم المال. مفيش استراتيجية واحدة تنفع الكل، لأن تجاربنا الشخصية اللي تربينا عليها، الظروف اللي مرينا بيها، بتشكل علاقتنا بالفلوس بشكل مختلف تماماً. واحد نشأ في فقر ممكن يبقى خايف جداً من المخاطرة، وده يحميه أحياناً. واحد تاني نشأ في غنى ممكن يبقى متهور، وده يساعده ياخد فرص. المهم إنك تفهم نفسك كويس جدا وتبني خطتك المالية على اللي يناسب شخصيتك وواقعك، مش على اللي الناس بتعمله. ودلوقتي ترياق الحلقة: جرعة عملية مكثفة ومفصلة عشان تحول علاقتك بالفلوس من خوف وتوتر وقلق لحكمة وحرية حقيقية. أول خطوة: ابدأ ادخر منتظم دلوقتي، حتى لو 10 إلى 20% فقط من دخلك الشهري. خلي التحويل تلقائي كل شهر، ما تشوفش الفلوس دي خالص، خليها تروح تلقائياً للحساب الاستثماري أو الصندوق. تاني خطوة: قبل أي صرف كبير أو شراء غير ضروري توقف لحظة طويلة واسأل نفسك بهدوء: هل الحاجة دي هتضيف قيمة حقيقية ودائمة لحياتي، ولا بس عشان أبان أحسن قدام الناس أو عشان أحس بلحظة سعادة مؤقتة؟ ثالث خطوة: بني خطة مالية بسيطة لكن واضحة طويلة الأمد. اكتب أهدافك بوضوح: تقاعد مريح في سن كذا، شراء بيت بدون قروض، تعليم الأولاد في أحسن مكان، سفر العالم، أو حتى دعم أهلك. حدد المبالغ المطلوبة تقريباً وقسمها على السنين، وتابع تقدمك كل سنة مش كل يوم. رابع خطوة: مارس الامتنان يومياً كعادة ثابتة. كل يوم قبل النوم فكر في 3 حاجات عندك وممتن ليها مادياً أو غير مادياً، مش اللي ناقصك. ده هيقلل الحسد والطمع وهيزود صبرك وهدوءك النفسي. خامس خطوة: تعلم تقول كفاية في قراراتك اليومية الكبيرة والصغيرة. استمتع باللي وصلت له، سواء كان بيتك الحالي، عربيتك، أو مستواك المعيشي، وما تدورش دايما على المزيد بدون سبب واضح. سادس خطوة: تذكر دايما إن الوقت هو أغلى أصل عندك في عالم المال. ابدأ النهاردة مهما كان المبلغ صغير ومهما كان عمرك كبير. الفايدة المركبة هتعمل عجايب لو أعطتها وقت كافي، حتى لو 20 أو 30 سنة. وأخيراً، لو حسيت إنك محتاج مساعدة خارجية، استشير مستشار مالي موثوق ومستقل، بس اختار واحد بيآمن بالبساطة والصبر والاستمرارية، مش اللي بيوعدك بثراء سريع أو استثمارات سحرية. وأخيراً، خد نفس عميق وابدأ خطوة واحدة النهاردة. المال مش عدو، هو أداة. غير سلوكك هتغير حياتك. دي كانت جرعة وعي مكثفة وترياق لعقلك. ترياق لأن المعرفة هي الدواء.